كلنا نعرف الهند، ولكن ممكن بس اللي نعرفه إنها بلد الرز والفلفل والبوليوود. هل هذه هي الهند بس؟ الهند قارة كاملة مليئة بالاختلافات والأعراق وحتى التناقضات، وكل ولاية عن ثانية كأنك مسافر من بلد إلى آخر. كيف لا؟ وهي من المتوقع لها أنها راح تتعدى عدد سكان الصين في 2028 وتصير بالمركز الأول عالميا بتعداد السكان. تعطيتي للهند معاكم اليوم بتبتدي من كيرلا، محبوبة العرب بسبب طبيعتها وأكلها وأخلاق أهلها الطيبة. فخلونا اليوم نكتشف كل هالأشياء ونشوفها مع بعض. فنصيحتي لك كمل الفيديو للنهاية ونقول بسم الله. أول شيء نبدأ فيه هو الفندق العائم. هي قوارب تحولت الفنادق في أنهار كيرلا، وقلت بجربها لأول مرة وبخليكم تشوفونها معي. Family who stayed here before. Oh. Like 40 years back. Now they all moved to different destinations. And this house itself is more than 100 years old. يعني هني الإدارة صايرة كذي على وفي مرسى عندهم وخلاص. الغرف هي القوارب أصلاً. هذا هو فندقنا وغرفتنا وبس لنا، ما في حد معنا. طبعاً مكيفة. وايد نظيفة ومرتبة. خلينا نشوف الأماكن داخل شلون صايرة. غرفة النوم. غرفة النوم هذه كذي كاملة مع حمامها. يعني ما تحس إنك بقارب خشبي، يعني متكامل. خلينا نشوف المنظر. على الماي. يا سلام، روعة. غرفتين طبعا. هذه الغرفة الثانية نفس الشيء بس معكوسة يعني. هلو ليمون. عصير ليمون ترحيبي. المغاسل موجودة. هلو. ثلاث غرف، مو غرفتين، ثلاث غرف نفس الشيء. وهذا هني المطبخ، هني يسوي لك الأكل، يكون معك على طول. هلو هاو ار يو جود. هذا المطبخ هني يكونوا معاك على طول الوقت. طريقة التشيكين بالقارب نفس الفنادق العادية من بعد الظهر، وبيكون معاكم 3 أشخاص بالقارب: الطباخ والسايق ومساعد السايق. القارب يتحرك طول النهار ويوقف عند أحد المراسي بوقت الغروب، والثلاث أشخاص اللي معاكم راح يطلعون طول فترة الليل إلى وقت الإفطار ثاني يوم، يعني جدا ممتاز للخصوصية. الحركة الشفاهية منشكح، ها؟ ايش رايك بالمكان صدق؟ بكل صراحة. والله العظيم خيالي. شوف برا، شوف المناظر، تخيل من صدق مكان كذي متنقل على قولتك. فندق، أي فندق متنقل، بيت متنقل، 3 غرف، مطبخ، وتشوف هذا كل المنظر كله حولك. طبعا الحلو بالموضوع ان دار مدار القارب كله جامد، فانت طول ما انت قاعد كذي قاعد تستمتع بالمناظر. حتى انا وانا منشكح توا ترى مستمتع والله بالمناظر. المكان وايد حلو للتصوير، يعني انك تاخذ القارب وكل شيء متوفر داخل، لكن ما عدا شيء واحد اللي هو الواي فاي، فلازم يكون عندك الشريحه. الواي فاي هنا مو موجود. اذا تحتاج مثلا بعض الاشياء هني تقدر توقف على اي مكان، تروح البقاله، تروح اي شيء. هلو. شتي توقفين عشان ناخذ من البقاله. معامله ملوك، ها يوسف؟ قاعد تاكل، تشوف المنظر، يروح يقول لك لذة وطعم. سلطات، خضره، دياي، سمك، شربيان، ما شاء الله. شنو سر القوارب هذه؟ القوارب هذه يعني كانت هي قبل اللي تنقل الرز، العيش حق كل الهند، فكانوا ينقلونه عن طريق هذه القوارب. بس بعدين مع ظهور التكنولوجيا انقطعت تماما، فبقى بس 3 موجودين في الهند وفي كيرلا. لكن في احد الاشخاص قال خلينا نستغلها ان نسوي فيها نشاط سياحي في كيرلا من التسعينات، من 1900 وشيء و90 يعني. ومن هذاك الوقت لهذا اليوم الحين عندهم تقريبا بحدود 1000 قارب. وهذه هي مزارع الرز والعيش هني صايره وراي، تشوفون هنا.
بيخليني اسوق. هذه اول مره بحياتي انا اتحكم بقارب او سفينه نفس جاك سبارو. ها تحرك. ليفت تيك يو رايت. هير تيك يو رايت. رايت تيك يو ليفت. ليفت. زين، يعني يسار يوديك يسار، يمين يوديك يمين. حلو. نفس السيارة. مور. ها جدا دقيقة، يعني أي حركة توديك يمين توديك يسار، فحيل دقيقة. خلوني مستمتع بالأجواء وأنا قاعد أسوق القارب، خصوصاً مع جو المطر والأماكن الحلوة اللي قاعد أشوفها يمين ويسار. راح ناخذ بريك الحين ونروح نشوف نشاط جدا غريب بالنسبة لنا، واللي هو سباق القوارب. أنا الحين موجود بأغرب دوري ممكن تشوفه بحياتك، وأكثر عدد أفراد فريق ممكن تشوفه برياضة بالعالم، اللي هي رياضة التجديف اللي موجودة هني بالهند. Yeah. The four. You're Palestinian? No, but we just support them. Which color? Huh? Which color? The green. The green. سباق القوارب هي رياضة جدا مشهورة بالهند ولها دوري معترف فيه بالدولة، وتخيلوا ان كل قرية في لها قارب وفريق خاص فيها، ومن شهرتها وحب الهنود لها انهم لازم يجون ويشجعون فريق قريتهم، وحتى الناس يجون من جميع المحافظات علشان بس يحضرون المباريات. الملفت بالموضوع هو طول القارب وعدد الفريق الواحد داخل القارب نفسه، تقريبا يوصل عددهم إلى 100 شخص، يعني 4 أفرقة كرة قدم من أساسيينهم واحتياطهم. تقريبا طوله 40 متر وعرضه متر ونص، وفي ناس داخل اللي هم الناس اللي يشجعونهم موجودين معاهم بس ما يجتفون. بسبب عدد الحضور الهائل الناس حتى مو لاقي مكان تشوف، فقاموا يركبون الشجر بس علشان يشوفون السباقات. بدت النحشة قاموا ينحاشون الناس عشان المطر، قاموا يدخلون داخل هنا. الصراحة كانت مفاجأة جدا كبيرة لي إني أشوف دوري معترف فيه من دولة كاملة ولعشاق وحضور كثير لرياضة أول مرة أسمع فيها وأشوفها. فكان الموضوع اليوم جدا ممتع بالنسبة لي، حتى بالرغم من إني ما عرفت منو فاز ومنو خسر. الحين خلونا نروح نشوف شنو سبب الترابط القوي بين أهل كيرلا تحديدا مع الخليج، وشنو سبب إن أغلب الهنود بالخليج من كيرلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو اسم انت؟ اسماعيل. اسماعيل. ما شاء الله. انت في شغل داخل عرب هناك قبل؟ ايوه. وين؟ سعودي. سعودي. كم سنة؟ كم سنة؟ 4-5 سنة. ما شاء الله. انت في كلام عربي زين الحين ها؟ لا شوية ما اعرف كتير. ايه في كلام انجلش؟ لا عربي زين، انجلش مو زين. ما هو. مينا كيرلا هو المين الأول اللي كان يصدر كل شيء للخليج، وانتم عارفين تاريخنا مع الهند وتأثيرهم علينا بالمنتجات والعملة والأكل واللبس وكل شيء. مينا كوتشي هذا يعني من أهم الموانئ اللي كانت موجودة بالعالم قبل حق التجارة، فحتى يعني احنا قبل لما كانوا يجونا بالخليج كانوا يجونا من هذا المينا اللي هو موجود هني، يجيبون لنا الهيل والأكل وكل شيء، يمكن حتى الرز بعد العيش، فكله من هذا المكان. هني مينا كامل، السفن كلها موجودة هني. طبعا هذا هني مكان الصيادين، لكن هناك وراي تسمعون هذه السفن اللي هي تجيب وتودي الأغراض والأشياء حق دول العالم. This called the Chinese fishing net. The 700 is the old technology. This one's the wooden, the teakwood. The stones are the counterweight. This one's a cantilever system. They put in the water 2-3 minutes one day, 250 time pulling, sometimes 300. يعني تشوفون ينزلون هذا الصخر، ينزلون هني علشان يرفعون الشباك من هني، بهذه الطريقة يصيدون. This one, helicopter fish, sir. هليكوبتر. Landing. انتم متخيلين انهم بالمينا ما زالوا يشتغلون على طريقة الصيد القديمة اللي جابها لهم الصينيين. So
So the good thing is that even today they are using it. In China maybe you won't see it, but here we are using it even today. جدا أفرح لما أشوف بعض الأماكن ما زالت متمسكة بالطرق القديمة والتقليدية عشان يعطي جيلنا إحساس بصعوبة الحياة بالسابق، وش كثر إحنا الله أنعم علينا مع التطور اللي إحنا عايشين فيه. والله حرام يعني المكان وايد حلو ودك تطير درون بس مو مسموح لأن المكان وايد حساس بما أنه مينا وسفن، فإن شاء الله بأماكن ثانية. بما أن تكلمنا على تصدير كيرلا للخليج، خلونا نشوف أهم منتج هم يرسلونه لنا واللي هو الهيل. وكيرلا هي أكثر ولاية بالهند تصدر الهيل للعالم. You can see the cardamom. So cardamom belongs to ginger family, Syngarbracia. So we have to pick one by one. If it's ready one, it's a blackish color. See? How long it will take to to be ready to harvest? Every 40 days after flowering. Yeah. 40 days. So from July to February is the season to harvest. Okay. So we have to pick one by one. So here you can see they have picked one. Then ready one we can pick very easily. هذه أول مرة بحياتي أشوف نبتة أو شجرة الهيل. شوف شلون صايرة؟ يعني أوراقها وجذوعها جدا عالية فوق، لكن هي الهيل أو حبوب الهيل تطلعها من تحت. شوف شلون صايرة؟ تطلع من تحت موجودة هني. الهيل من أهم الأشياء عندنا إحنا الخليجيين، لأن أصلا القهوة العربية اللي نشربها فل الهيل، الهيل أكثر من القهوة نفسها. يعني إنك تشوف هذه النبتة وتشوف شلون تطلع وشلون يطلعونها وياخذونها، صراحة شيء وايد حلو ولازم نعرف عنه، لأن احنا تقريبا قاعد نستهلكها كل يوم. لازم نعرف عن هذه النباتات اللي نستهلكها كل يوم. على مد النظر كله نبتة الهيل وشجار الهيل، مزرعة كاملة. كيرلا أيضا مشهورة جدا بمزارع الشاي، واللي متابعيني من زمان يدرون إني زرت مزارع الشاي وايد وعرفنا عن النبتة نفسها. لكن شنو رايكم هالمرة نتعرف على أشياء مختلفة، بنشوف تفاصيل حياة المزارعين وطريقة شغلهم والمردود اللي يحصلونه من العمل بمزارع الشاي. فيكي بياخذني بجولة بالمزرعة اللي هم يشتغلون فيها وعايشين فيها بنفس الوقت، والعمل بهذا المجال توارثوه من أجدادهم وما زالوا شغالين فيه لهذا اليوم. هلو. هذه في بيوت هني يعني مزارع الشاي يعطون نفس البيوت ذي صغيرة، مطبخ وغرفة علشان الناس اللي تقعد يعني اللي هي مزارعين حق الشاي. اوكي، فيخلونهم يسكنون بنفس المكان وبنفس الوقت هم يصيروا مزارعين حق الشاي هني. فتقريبا يمكن بعد ما يطلعون تقاعد يعطونهم اللي هو نهاية الخدمة. فيعني شغل متكامل، صدقهم قرويين ومزارعين بس شغل متكامل بشركة تعتبر يعني شركات عملاقة للشاي. فهذه هي مزارعهم وكل واحد له بيت هني، فحتى عندهم نادي، عندهم حلاق، عندهم كل شيء حاطينه لهم نفس المزرعة مالت الشاي. Well, this village, Munnar, it was developed by the British. So before the British coming here, they had some plantations and things like that. But the tea was brought here by the British. This was during the 1850s. So when they started developing tea estates, they brought a lot of people from the neighboring state. Like we are on the top of a mountain range. So the western side is Kerala. The eastern side is a place called Tamil Nadu. So most of them came from Tamil Nadu, and they started working. They are really hard-working people. So that's why the British brought them from there, and they started working in the tea estates. And this is their third generation. You're the third generation. So usually parents, both his father and mother, will be working in the tea estates, and the tea estates provide them accommodation like them. As long as they work, they can be here, and they give him schooling. They can go to school. They give them health care. So they look after the employees very well. هذا هو السبب ان لابسين هذه الاشياء. احنا هني عشان نغطي رجولنا، علشان هذا ما يسمونه
العلاقه يسمونها اللي يلزق بالرجل ويمص الدم، لان هني الاماكن طينيه وتتبلل بسرعه، فحتى الحين شوف مطر، فعشان تحمي نفسك لازم تلبس هذه الاشياء وترتاح منهم. هلو احلى من مزارع الشاي شكلها، تشوف الخطوط شلون صايره وصايره كذي يعني مايله، فوايد حلوه حق التصوير وخصوصا حق الدرون. فبس تشوف هذا الشكل وهذا اللون وسبحان الله هذا التنظيم يعني تفتح النفس، تحس انك مرتاح. انا لما اجي هنا احس اني ما ودي اروح من المكان، يعني صدق يفتح النفس انك توقف وتطالع. طبعا اصر فيكي انه يضيفنا ببيتهم ويخليني اجرب الشاي اللي هم ينتجونه من مزرعتهم. هذه ضيافه فيكي هنا، طبعا لازم شاي حليب، بس اللي انصدمت منه انه شوف ما شاء الله، شوف الكؤوس كم عددها. All this stuff is for you. Yeah. Which sport? Everything is there. Volleyball, cricket, football. All of them. Some quiz. Okay, some quizzes also. يعني ما شاء الله متعدد المواهب، يلعب كل الرياضات. المعلومة الحلوة ان احنا الحين عندنا 3 نباتات او 3 اشجار موجودة بهذه المزرعة: الشاي، القهوة، والهيل. الشاي يبي مساحات واسعة ومفتوح، يبي الإضاءة، يبي الشمس. الهيل يبي المكان يكون مسكر، يبي يكون تحت الشجر، يبي الظل. لكن القهوة نص ونص، القهوة تبي شوية شمس وتبي شوية ظل بينهم، تلعب على حبلين على قولة يوسف. Okay, Vicky, honestly. Okay. Everyone is saying Sri Lankan tea is the best. So what do you think about the quality of the Indian one? I didn't taste the Sri Lankan one, so I just love the Indian one. So for you the Indian is the best. Yeah, definitely. ادري فيكم حبيتوا البساطه بالفيديو، لكن شنو رايكم نتعمق اكثر ونروح نشوف ناس مو بس عايشين ببساطه، اللي عايشين بالعصور القديمه. رحت لقريه نائيه في كيرلا وعزمني فيها مختار القريه بنفسه، وقال بخليك تشوف طريقه الطبخ اللي لحد الحين عايشين عليها، واللي هي الطبخ داخل جذوع اشجار البامبو. كنت اسمع موضوع ان في ناس تطبخ بالبامبو خصوصا يعني بالعصور القديمه، لكن ما كنت متوقع ان في ناس لهذا اليوم قاعدين يطبخون فيها. فهذه القريه ما زالوا محافظين على هذا الارث والتقاليد. مثل ما تشوفون يقصون احجام صغيره من البامبو ويحشونها بالاكل اللي هم يبونه ويخلونها على النار مني لما تنطبخ. One of the most famous person in India, Mahatma Gandhi, he said if you are going to India, you should go to villages to understand India. So India is in the villages, not the cities. So for me, I find rustic life, rustic people, real humans, that's what it is. So which is the most interesting thing for me. بالله عليكم انتم شايفين المكان والمنظر اللي احنا قاعدين نطبخ فيه وبنتغدى فيه؟ ولا احلى كشته من كشتاتنا. هذا هو الدي اي نطبخ داخل البامبو، وهذا اللي هو قلب الكسافه داخل اللي هي داخل الجذع مالها، فينطبخ كذي. نقول بسم الله. حار نار بسم الله. It's good, no? وسبايسي بعد داخل البامبو وسبايسي. تحسها بطاطا. Tastes like potato, huh? Yeah. نفس طعم البطاطا بالضبط. It's like potato in a way. It's bland, but you can mix it with anything and make it tasty. والحين خلونا نرجع لقاربنا اللي كان بداية الفيديو ونشوف شنو صار باليوم الثاني. السلام عليكم، صبحكم الله بالخير، يعطيكم العافية. النومة كانت حلوة صراحة ومريحة، لكن بعض المرات لما تمر يمك قوارب تقعد تتحرك كذي شوي يمين يسار. أدري إنكم مو مركزين مع كلامي، مركزين على شعري، بس أنا فاتح الشعر كذي علشان لابس اللبس التقليدي مال أهل كيرلا، فحتى الشباب كلهم لابسينه. Good morning Manoj. Good morning. We are all now wearing the Kerala traditional uniform, huh? Yeah, you look nice in this. You look like a Kerala man. Thank you so much. صباح الخير يا هلا الله. السلام. شنو هذا؟ كيرلا ستايل. كيرلا ستايل. ما يصير طب ديره. أول مرة؟ أول مرة أي. بس ما يقولك ما يصير طب ديره وأنت يعني مو لابس اللبس مالكم. لازم. عشان تعيش طبيعي. تجربة صح. طبيعي. شوف ورهم امسك الكاميرا. أيوه. خلينا نشوفها. لا مطقم بعد شوف. لو ما أعرفك يقول إنك من عيال كيرلا. شوف شلون مؤدب اوف وايت. ارجع شوي عشان طاقتك هني.
اوف Actually, وايت. look like أيوة. a Kerala bridegroom. اوه يقول معنا اسمعنا اسم شوف اوف وايت مع شوف ذهبي بعد يعني مطاقم كشخه هذه ستايل من زمان. ومع لقطاتي وأنا مستانس باللبس الهندي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. فإذا عجبكم الفيديو لا تبخلون علي باللايك ونشر الفيديو، وإذا ما كنت مشترك بالقناة ضروري تشترك فيها لأن في فيديوهات ثانية عن الهند ودول ثانية.